عملاق الكوكب الأزرق. تخيل إن في وحش مائي مغطي أكتر من تلت مساحة كوكب الأرض كله. الوحش ده مش بس كبير، ده لدرجة إنك لو جمعت كل القارات اللي بنعيش عليها وحطيتها جواه لسه هيفضل فيه مكان فاضي. إحنا بنتكلم عن المحيط الهادي اللي شايل في أعماقه أسرار لو عرفتها شعرك هيقف من الذهول. من أعمق نقطة في الكوكب لغاية البراكين اللي بتغلي تحت المية. تعالوا بينا نعرف حكاية المحيط اللي ملوش آخر ده. معاكم آلاء، والنهاردة هنغوص مع بعض في أعماق المحيط الهادي. لو بيعجبك نوع المحتوى ده ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خلونا نبدأ بسؤال مهم: ليه اتسمى المحيط الهادي؟ وليه الاسم بيخدع جدا؟ الحكاية بدأت مع المستكشف البرتغالي الشهير فرديناند ماجلان سنة 1520 لما دخل المحيط ده بعد رحلة صعبة جدا في المحيط الأطلنطي المليان عواصف. لقى المية جواه رايقة وجميلة والجو هادي جدا، فقرر يسميه باللاتيني ماري باسيفيكم، ومعناها البحر المسالم أو الهادي. بس الحقيقة الاسم ده فيه خداع كبير، لأن المحيط الهادي هو أكتر مكان فيه أعاصير وبراكين وزلازل في العالم، بس نصيب مجلان إنه شافه في يوم كان مزاجه فيه رايق. مكانه فين بالظبط؟ المحيط الهادي هو اللي بيفصل بين العالم القديم والعالم الجديد. من الشرق قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، من الغرب قارة آسيا وأستراليا، من الشمال المحيط المتجمد الشمالي، من الجنوب القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. المساحة والعمق أرقام تخض. المساحة حوالي 165 مليون كيلومتر مربع، أكبر من مساحة اليابسة كلها. العمق، المحيط ده هو ملك الأعماق، متوسط عمقه حوالي 4000 متر، بس في حتة مرعبة اسمها خندق ماريانا ترينش، ودي أعمق نقطة على وجه الأرض، عمقها بيوصل ل 11 كيلو متر تحت سطح البحر. معلومة جديدة عليك: المحيط الهادي بيصغر كل سنة بحوالي 2.5 سنتيمتر بسبب حركة الصفائح التكتونية، في حين إن المحيط الأطلنطي هو اللي بيكبر. الكوكب بيغير شكله وإحنا مش حاسين. بيتحكم في إيه؟ رئة الكوكب ومحرك الجو. المحيط الهادي مش شوية مية وخلاص، ده هو المايسترو. المناخ والجو هو المسؤول عن ظواهر النينيو والنينيا اللي بتبوظ الجو في العالم كله. حلقة النار Ring of Fire، المحيط ده متحاوط ب75% من براكين العالم النشطة. أغلب الجزر اللي بنصيف فيها زي هاواي هي في الأصل قمم لجبال بركانية ضخمة قاعدة في قاع المحيط، يعني وانت على الجزيرة انت واقف فوق قمة جبل عملاق غرقان. الأمواج بتيجي منين؟ تسونامي بسبب الزلازل الكتير. المحيط ده هو المصدر الأول لموجات التسونامي المدمرة. لغز صوت البلوب The Bloop في سنة 1997 أجهزة التسجيل سجلت صوت مرعب وقوي جدا. الناس افتكرته وحش بحري، بس طلع في الآخر صوت تكسر جبال تلج ضخمة. المحيط ده صوته عالي. في منطقة أبيسل زون في الأعماق السحيقة بتعيش كائنات خرافية زي سمكة الصياد اللي منورة بكشاف، والحبار العملاق اللي طوله بيوصل ل 12 متر. أهم الاكتشافات والألغاز: قارة غرقانة زيلانديا. العلماء اكتشفوا إن في قارة كاملة غرقانة تحت مية المحيط الهادي، ما بيبانش منها غير نيوزيلندا. خط التاريخ الدولي، المحيط الهادي جواه الخط اللي بيفصل بين النهاردة وبكرة. لو عديته من ناحية الشرق للغرب انت بتسافر للمستقبل وتزود يوم في حياتك. دوامة النفايات الكبرى، للأسف في منطقة في المحيط قد مساحة فرنسا مرتين عبارة عن بلاستيك وزبالة عايمة، ودي أكبر كارثة بيئية بيحاول العلماء يحلوها. في النهاية حابة أقولك المحيط الهادي هو المعجزة الزرقاء اللي بتحمي توازن الحياة على الأرض. برغم هدوء اسمه إلا إنه مليان قوة وحركة وأسرار لسه العلم كل يوم بيكتشف فيها جديد. المحيط ده بيفكرنا دايما قد إيه إحنا صغيرين قدام عظمة الخالق وتصليم